فاش كنشوفوا الربع ديال اللعابه في اكاديميه محمد السادس لكره القدم حاضرين مع المنتخب الوطني في كاس افريقيا لاقل من 17 سنه هنايا في المغرب في 2026. هذا الشيء ماشي فجائي، وهذا الشيء ماشي من محض الصدفه، وانما طبعا هذه ترجمه ملموسه ديال واحد المسار بدا من شحال هذه. باش نفهموا هذه التجربه خاصنا طبيعه الحال نحللوا السياق السياسي والاقتصادي اللي تبنات فيه. سياسيا الأكاديمية هي جزء من رؤية ومبادرة وطنية لتحديد البنية التحتية ديال كرة القدم في المملكة. هذا الشيء جاء من مورا ما تلاحظ باللي الكرة الوطنية الاحترافية كانت ناقصها الحيوية والإشعاع. الخطوات السياسية والمؤسساتية اللي دارت ممكن أن نلخصها في مجموعة من النقاط. أولا أن هذه القصة كاملة بدات مع الرسالة الملكية في الصخيرات عام 2008. في 2009 تلاها تدشين الأكاديمية من طرف جلالة الملك محمد السادس كنموذج وطني. ثالثا أن هذا المشروع مبني على نظام الدراسة والرياضة تماشيا مع المعايير الدولية. الهدف كان واضح: تكوين الإنسان قبل ما يكون لاعب ديال كرة القدم باش ينجحوا في المسار الرياضي والمهني ديالهم داخل ولا برا ديال المغرب. طبعا كاين اعتراف قاري ودولي، الاعتراف القاري بهذه الأكاديمية وهذا المشروع الريادي. هذه المنظومة خلات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف تعترف علنا بالنموذج المغربي وبأنه مركز ديال الخبره في التكوين على الصعيد القاري. من الناحيه الاقتصاديه والتمويليه المشروع مبني على حكامه كتشبه للانظمه اللي خدامين بها اكبر الانديه العالميه. ابرز الركائز الاقتصاديه ديالو مبنيه على مجموعه من الاسس. التمويل ديالو جلاله الملك خصص دعم مالي سنوي للمشروع من ماله الخاص كالتزام شخصي باش يضمن الاستمراريه ديال الاكاديميه. المساله الثانيه ان الاكاديميه كتعتمد على نمط تدبير عصري من الناحيه القانونيه والتمويليه وديال البنيات التحتيه. المساله الثالثه استراتيجيه ديال التنقيب والرصد ديال المواهب في كاع جهات المملكه وتطوير المؤهلات ديالهم. هذا الشيء كيعطي قيمه رياضيه واقتصاديه. هذا الشيء كيعطي قيمه رياضيه واقتصاديه فاش هاد اللعابه كينتقلوا للانديه الوطنيه والدوليه. واخيرا هذا الاستثمار في التكوين عطى الاكل ديالو في حال اللعابه اللي دازوا للمونديال في عام 2022 مثلا اكير دوناحي نصيري وابطال افريقيا 23 عام في 2023 وصولا لابطال العالم لاقل من 20 سنه في 2025. خلاصه القول: هذا المسار اللي بدا مع الرساله الملكيه في الصخيرات في 2008 تلاه تاسيس الاكاديميه في 2009. بدات طبعا النتائج ديالو كتبان في 2026. الاثر الحقيقي ديال هذا العمل لهذه السنوات كامله بدا الاثر ديالو كيبان في الملاعب. هذا الشيء الى كيأكد حاجه وحيده: كيفاش كيتلاقى التخطيط السياسي مع التدبير الاقتصادي المستدام باش يتحول التكوين الرياضي من مجرد هوايه لآلية من آليات ديال الاحتراف كتصنع النتائج وكتجيب الألقاب. أنتم أشنو هي وجهة نظركم تجاه هذه الأكاديمية الرياضية، وشنا هي ردود الفعل تجاه النتائج اللي كتحققها الرياضة المغربية حاليا؟ واش وصلت لمستويات اللي ممكن نقولوا عليها ولات رياديه على المستوى الافريقي، ولا مازال خاصنا الكثير؟
كنتمناو تشاركونا الاراء ديالكم، نتلاقاو مع تحليل سياسي واقتصادي الموضوع جديد. كنشكركم على التفاعل ديالكم، كنتمناو ما تبخلوش علينا بالبارطاج ديال الموضوع وبتعليق، نشوفوا وجهة نظر الأغلبية الصامتة. نلتقي في لقاء قادم إن شاء الله.